يا عفاف، انت في المطبخ قاعد تعمل شنو؟ الاكلات اللي بتقدر تعملها غير السخين؟ اي اكله بقدر. شنو يعني؟ الملحمه اصلا هو ده معاه وبتعمل معاه خضار. بتعملي مثلا تقليه، بتعملي ملحروب؟ يعني امي في الله يديها ما الصحة كثير؟ والعافية. ما كثير لكن بعرف التفاصيل الرئيسيه له وبعرف. عندك عنا خلفيات. اخطر ملحروب ممكن يتعمل من شنو؟ او مكوناته شنو؟ كيف ممكن تبدي يعني تعمل الوجه؟ ابيض ولا عاد؟ اي كله ملحروب من زبادي. طيب بيتعمل كيف؟ بس تجيب ملحروب، تكب الروب، تشيل الروب، تغط الروب، تجيب بصله. تقول الروب ما عندك اي يا اخي ما عندي بس يا بنسمع إنه ام جريوات دي بس تورينا. يا اظن احنا بس ورينا الكول. لا الكول والمرز بس ورينا الكول. الكول انت ورينا ام جريوات ام رغد ام زين ولا يا هنا. اخوانا انا ما قادر اصدق انه انتم ما يكون عندكم اضرب ولا صدق يا ده صدق عليك الله صدق يا ابونا اضرب لا صدق دول يساعدوا عليك في يا الكول. اخوانا احنا دايرين زول شوف يساعد. ملح الروب ده بيتعمل سهل شديد، بيتعمل روب فيه بصله، في ناس بيعملوه بالعدس، بيسحنوا العدس بيكبوه فيه، ما فيه لحمه. عرفت كلامي؟ ملاح بتاع الروب ده الروب الناس بيقول لك مثلا مين البرتغالي ده البرتغال طيب. دي النعيميه. في ملح الروب الابيض برضه بيكون من الابيض، بتعتمد على البصله الموجوده داخل الروب. يا اخي انت داير شنو يا اخي؟ انا ما داير ازوجك يا اخي، انت مالك؟ يا اخي البصل بس وريني بجريوات دي. يا استاذ عمر، نحن الهدف الاساسي ان احنا نقدر نطلع الحاجات اللي جواك دي. ما شاء الله انت جواك يعني في حاجات جميله ولطيفه يعني وطلع